الله الرحمن أصبحنا وأصبح الملك لله. يا صباح الخير، يا صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بدي حاول قدر الإمكان إنه أنزلكم فيديو يوم إيه يوم لا، أكون معكم على تواصل دائم، ما أقطعكم أبدا، وخاصة لما كنت بالفترة الأخيرة بالبيت القديم كنت كتير كتير مهملة الفيديوهات. هلا كان هذا روتين يوم الأحد. يوم الأحد أنا ما بشتغل شيء أبدا بالبيت، بخصصه بس للبازار، وبخصصه لأني أعمل أكل طبخة يعني، وهيك بعمل لي هيك حوسة للأراضي هيك خفيفة على الخفيف. فبصراحة ما بعرف، مو عم بفيق بكير، فمعي وقت زيادة، يعني أنا عم بفيق مثلا من الساعة 6 أحيانا 7. فبقول يا بنت يلا قومي مثلا اعملي لك، حطي لك وجبة غسيل بالغسالة إذا فيك سبيع. فأقعد شربت نسكافيه وولادي نايمين. لكن ليش بضل بقلكم فيقوا بكير؟ غير شكل النهار بيكون فيه بركة أكتر. هلا هون عم بنشر الغسيل على البلكونة التانية، عندي بلكونتين، هاي البلكونة مخليتها للغسيل. والبلكونة التانية نقعد فيها، بنحط طاولة كراسي فاضية، يعني وحدة للترفيه ووحدة بحط فيها أغراض. مثلا لما بجيب أغراض البازار بحطهم لبين ما طبقهم، بنشر عليها الغسيل. هلا هاي البلكونة بس وقت الشروق بتدخل الشمس، لكن هنيك العصريات بتجي الشمس. بس اذا في شيء مثلا كبير بدي اشمسه بدي كذا بنشره بهديك البلكونة. بس لما غسلت السداجة نشرتها بهديك البلكونة، مثل ما قلت لكم هديك بتكون وقت الذروة، يعني وقت العصر بتجي الشمس. فالحمد لله يعني خليتها يومين على الشمس، يوم على وشها ويوم على قفاها. تشمست كتير منيح. واليوم على الحظ الحمد لله مغيمة وما في شمس. هون جبت اغراضي من البازار، والله يا جماعة كان يوم متعب متعب متعب. انا يوم العطلة عم بيصير يوم البازار يوم الخضرة. بحب كون يوم البازار بخلال ايام الاسبوع بيكون اريح لي. بس هيك سبحان الله يعني بيطلع شغلي كله مع بعضه البعض. صاير فيني عادة من وقت الكورونا لهلا وانا عم بغسل اغراض الخضرة. صارت فيني سوسة، يعني ما بقى فيني هيك اتقبل اني احط الخضرة بالبراد وهي مو مغسولة. وتعودنا وولادي تعودوا، مثلا ابني بيفتح البراد بياخد خيارة بياخد شي كله مغسول نظيف. هلا هو بياكل معي وقت ومجهود وهيك. بس بقول معلش طول الاسبوع الخضرة بالبراد نظيفة. هلا هون وقت القطة ووقت الخيار، انا كنت ببيتي هداك ما عم بقدر لا اكبس مخلل ولا شيء. لانه كان في عندي نقلي. هلا بما انه استقريت هلا بقى كل اسبوع لازم جيب خيار وقتة واكبسون واستغل، وبيروحوا معي الاسبوع كله. فهلا كل اسبوع كل اسبوع عندي هذا الروتين، انه بدي صار مرتين بجيب الخضرة من البازار، بجيب خيار وبجيب قطة وبكبسون. وبالبيت غير شي، هلا في كنت انا اجيب من البيم جاهزين. بس فيهم مواد حافظة. فصرت ابعد عنهم قدر الامكان، بما انه متوفر بالسوق الخيار، لا يا بنت جيبي وكبسي افضل.
هلا هيك بس المخلل الخيار من تحت والقتة من فوق، لأنه بحس إنه الخيار بيتحمل أكتر من القرتة وقت. حطيت لكل مطربان، هذا المطربان بيسع تقريبا كيلو ونص. حطيت معلقة كبيرة ملح، هلا يفضل صخري، ما عندي صخري فأنا حطيت ملح عادي. وحطيت تقريبا نص معلقة صغيرة سكر من شان يقرش، وخل تقريبا كل مطربان 3/4 كاسة كبيرة، وبعدها رح زيده مي. انا هون في شيء اساسي بالمخلل نسيانته. عم اقول شو نسياني شو نسياني، إيه الله يكون بعوني، منيح عم بتذكر حالي، يعني ضغط شغل وبازار وكذا. عم بقول شو نسياني شو نسياني، بالاخير بعد ما انا سكرتهم وجيت هيك عم حركهم. هلا فيكم تحطوا الملح بالمي وكذا وتروبوها، انا لا، هيك بحس انه اسرع، حط بالقطرميز وزيدوا مي وخلص، وبخض القطرميز هيك وصلى الله وبارك. هون بعدين بعد ما سكرتون تذكرت انه انا فعلا نسيانة شي، ورجعت شلت الغطا لانه نسيانة التوم. فحطيت لكل مطربان كمان سنين هيك فرمتهم على السريع فوقهم، وخلصت المخلل. قلت الحمد لله رب العالمين، خلصت قضيت شغلي بالمطبخ. انا كانت المخللات ما تزبط معي ابدا، بس انا الفتره الاخيره كتير ولادي صار ياكلوا مخلل خيار وهيك، فصرت ابدع فيه بصراحه. الشغله اللي بنحبها وبناكلها بصير بابدع فيها. هلا بعد ما كملت اغراض البازار وقمتن كلياتهم، كنت جايبة من هي الفاصولية الرفيعة. أنا ما بحب الفاصوليا العريضة، بتركيا كتير مشهورة هي، بيقولوا لها عيشة الفاصوليا العريضة، لا أنا بحب هي الناعمة. فوقت اللي بشوف من هي الناعمة لازم أجيب وأعملها. فحبيت أغير شكل عن اللحمة وأعملها بزيت. حبيت إنه يكون الأكل اليوم أكله نباتي بنباتي، وبنفس الوقت يكون سريع، لأنه كنت كتير كتير مضغوطة اليوم. حتى كنا الفاصوليا بسوريا كنا نفسخها بالنص، هلا لا، هلا صرنا تطورنا. صار عصر السرعة، ما بقى نفسخ الفاصوليا ولا شيء، صرنا نفرمها هيك وصلى الله وبارك. بس والله إن كانت مفسخة ولا إن كانت ما مفسخة، هي هيك هيك بتجي طيبة. بس بسوريا كانت تجي أطيب. ليش؟ لأنه خضرة سوريا فيها هيك طعمة مختلفة، سبحان الله. الخضرة فيها زكاوي، اللحمة فيها زكاوي، كل شي كان يجي فيه زكاوي. والله من وقت ما جيت على هذا البيت عم بسمع قصص بتشيب شعر الراس. قصص كتيرة. سبحان الله، الدنيا بتحسوها انه كتير صغيرة وما بتستاهل انه الواحد يزعل، وما ما بيستاهل انه الواحد يشيل هم الشغلة اكبر من يشيل، يعني يكبرها اكتر من حجمها، يشيل همها اكبر منها هي ذات نفسها. فرح احكي لكم عن قصتين فقط بهذا الفيديو. بدي احكي لكم اول شي عن قصة جارتي بالبناي سورية. هلا انا لسه هدول الجماعة حرام عزموني على فنجان قهوة، بس انا ما رحت لعندهم. في جارة بالبناي حكت لي القصة اللي صار عندهم بالبيت يا حرام. هاي السنة شهر الأول كان الدنيا لسه شتاء وهيك، فكان سمعوا صوت ولويل بالبناي، فرقدوا فورا. يعني مبين انه في يا لطيف في مصيبة وفي كذا. القصة انه الام فاتت على اوضة النوم بدها تنظف غرفتها، هي متزوجة وقاعدة مع بيت حماها. وما في كان غيرها، هي وحماتها وبنتها الصغيرة نايمة على التخت. فهي عم تمسح اوضتها. فحماتها صاحت لها، اجت مرت خال جوزها قالت لها تعي حضري الفطور. فهي تركت سطل المي بأوضة النوم، وفاتت على المطبخ لحتى تجهز الفطور. فبنتها يا حرام فاقت من النوم ونزلت مع التخت. ويا حرام قلبت بقلب سطل المي. يعني عم بحكي لكم والله مالي قلب، اقسم بالله. يعني عم بتخيل الموقف رغم انه البنت انا ما شفتها، يعني شي بيقطع القلب. وعلى الحكي انه البنت كتير حلوة، يعني ما شاء الله. يعني الله هيك يا رب يجعلها طيور من طيور الجنة. فانه نزلت بقلب سطل المي وهن ما حاسين عليها، وغرقانه البنت يا حرام بقلب سطل المي.
ولما طلع تقرير الطب الشرعي قال انه البنت ماتت بسبب الاهمال. فهي ضلانة فترة طويلة بقلب سطل المي، والأمة مو حاسة عليها. فهون يا حرام لما عرفوا رقدوا الجيران كلهم واتصلوا بالإسعاف، والإسعاف ما اتصل. يعني الإسعاف لازم بهيك حالات تجي فورا، يعني عسى ولعل أنه تنقذ الطفلة يعني. فما معرف شو سبب كان تأخرهم، أنا ما فهمت الموضوع. يمكن لأنه كانوا هن معبوطين عم يعطوهم العنوان غلط. ما بعرف، بس كانوا عم يتأخروا، يعني اتصلوا فيهم أكتر من مرة إنه مشان يجوا. بس البنت لما اجوا شلحوها أغراضها الجيران كان لبسها يعني كله مبلل، كله من فوق لتحت. يعني السطل اللي كانت عم بتمسح فيه الأم، سطل المي كان غميق، فالبنت ما بتقدر انه تطلع منه يا لطيف. فسبحان الله يعني آه اسمتها. فبالاول وبالاخير نحط اللوم كله على الام، يعني الام هي السبب الرئيسي. فانا لما عم بتخيل الموقف يعني، وما عندهم غير هالبنت، يعني انه هي بكرون. فسبحان الله قديش كان الموقف مؤلم. يعني انا لما سمعت القصة كتير تألمت، رغم انه الجماعة فقط شفتهم على الباب. اول ما جيت بدي نظف البيت دقيت عليهم وقلت لهم انه انا بدي اكت مي وهيك. كتير كتير تأثرت بالقصة هي اللي سمعتها، وزعلت على البنت كمان. يعني زعلت رغم انه انا ما شفتها للبنت. فاي قصة بنسمع عن طفل صارت او كذا الواحد بتأثر، مو بإيده. والقصة الثانية كمان، انا فايتة بمجموعة بمنطقتي هون، جروب يعني فقط بس للصبايا على الواتساب. كانوا ناشرين صورة بنت عمرها 8 سنين على الجروب، انه هي مفقودة واهلها عم بيدوروا عليها. طبعا هي اهلها سوريين وعم بيدوروا عليها وحاطين اعلانات. ويا حرام يعني الله يكون بالعون، يعني صارلن 4 ايام وهن عم بيدوروا، بينشروا صورها وبيرجعوا بيعيدوا بينشروا مرة تانية. بيتفاجئوا باليوم الرابع يا حرام الصبح بيشوفوا شي مكبوب جنب الزبالة قريب من بيت أهلها. مهم مين اللي بالكيس؟ اللي بالكيس الزبالة هي بتكون البنت يا حرام، زيت تينا. فورا أخدوها يعني على الطب الشرعي وهيك. طبعا ميتة البنت. بيكتشفوا انه اخدين كل اعضاء البنت يا حرام. اعضائها كلها شايلينها، ما مخلين شي ابدا، وزيتينها يا حرام جنب الزبالة وجنب بيت اهلها. تخيلوا المنظر، تخيلوا القساوة، تخيلوا الموقف المؤلم. تخيلوا هذا الشي يعني اللي عم بيصير. فما بعرف، أنا عم بحكي عن هذا الشي، يعني عم بحكي عن هذا الشي وأنا مالي حابة أحكي عنه بصراحة، بس حابة إني نبه الكل، وخاصة اللي موجودين. عم فرجيكم إنه الليزرية مجننتني، لا بتوطي ولا بتعلي. يعني ما بيصير هيك بصراحة، انه انا مثلا كون حاطة طنجرة وخلص وصلت لمرحلة انه الغليان فلازم وطي. مستحيل يوطى معي الغاز ولا بأي شكل من الأشكال. هلا قالوا لي انه من الطنجرة لازم تغيريها وهيك. هلا جربت غيرت الطنجرة، كل الطناجر نفس الشي يعطيني انه خلص. بالبداية ايه فيني وطي علي، بس بعدين ما فيني عيرها ابدا للحرارة. هذا الشي اللي ما حبيته بالليزرية. هل الليزريات كلها نفس الشي ولا بس ليزريتي فيها هذا الشي؟ ما بعرف. هلا بالبداية حطيت زيت زيتون وحمصت الثوم والكزبرة، بعدين حطيت الفاصولية. هي استوت الفاصولية، حطيت لها ملح، وكنت باشرة كم بندوراي هيك على طرف، لأنه أنا جايبة تقريبا 3/4 كيلو فاصولية، ماني مكترتها لأنه ابني الكبير ما بياكلها والصغير ما بياكلها كمان. فبس إلي ولا ابني الوسط، فعم بعمل أكلات تانية نباتية كمان. كمان حطيت لها قطعة دهنة وانا عم بقلي الفاصوليا، بس ما صورت. حطيت لها قطعة دهنة كمان بتعطيها زكاوة. مهم انه خلص كعساس اساس انه الاكلة نباتية، خلص انضف لها شي حيواني. لانه الدهنة رح هيك تسقسقها هيك وبتعطيها هيك طعمة ولمعة طيبة. واخر شي حطيت الدبس البندورة، وهيك صارت الاكلة جاهزة.
فحبيت أنا أحكي هدول القصتين لحتى ننتبه على أولادنا قدر الإمكان، نكون نحن كتير منتبهين وحواسنا كلها مع أولادنا. يعني أي حركة أي شيء أي يعني حتى لو كبروا، يعني مثلا أنا عندي 15 عندي عمر 16 لازم انتبه عليهم. لازم لأنه أنا المسؤولة عنهم، وخاصة هلأ إنه جوزي مو موجود، لازم يعني كون حريصة على كل شي. يعني اي شي بنتبه له، اي شي بشوفه، اي شي لازم اني انا نبه احكي ما ضل ساكتة، لانه ما يتفاقم شي. يعني مثلا انا حسيت ابني انه تصرفاته غلط، حسيت في شي لا ما لازم خلي الشي يتفاقم، وانتوا بنفس الوقت تستفيدوا من القصة وتنتبهوا على اولادكم قدر الامكان. يعني مثلا هلا هي الام يمكن ما خطر عبالها ابدا خلص انه نصيب البنت بدها تموت، يمكن ما خطر عبالها انه هي مثلا اذا تركت السطل رح يصير مع بنتها هيك. اكيد ما في ام بتريد لابنها الضرر. فسبحان الله خلص نصيبها، يعني نصيبها. وهي الكب النية اللي سويتها معكم بالفيديو السابق كنت حاطتها بالفريزر، وهلا نزلتها. اولادي كتير عم بيحبوا الكب النية كلياتهم، حتى الصغير عم بيحب التشي كفتة. هلا هو كان ابني شلون حب التشي كفتة عندي بالبيم تحت بتجي تشي كفتة جاهزة، بتجي قطع بتجي ملفوفة. فكنا نجيب منها هيك نجيب لنا صفت هيك على السريع. فابني هون صار يحبها، فصرت اعمل له اياها بالبيت. اطيب بكتير، صار يحب كبة البيت. يعني صار كل يوم هيك ياكل له قطعتين ثلاثة. انا ابني ما بياكل طبخ ابدا، فبما انه لقيت شي صار ياكله يحبه فصرت اعمل له اياها دائما. هلا عندي هدول مخللات قديمين. هذا المخلل الفليفلي هذا انا بجيبه جاهز، كتير كتير طيب. هيك بيجي الفليفلي هيك بتيجي مدعبلة وصغيرة وكتير هيك فيه حموضة. وعندي هذا المخلل كمان قديم مو جديد، لانه انا كل اسبوع عم جيب وبكبس. وهي هنا هون قليت بطاطا بالقلاية الهوائية، قليتها هيك مربعات. وفي عندي كريمة توم رح حطها كمان هيك بالنص. أنا كتير بنحب البطاطا مع كريمة الثوم. على أساس بدي أعمل فروج وبطاطا، وسبحان الله ما صلوا دور أبدا، رغم إنه أنا أحيانا عم بحتار، بس عم حاول أخفف من أكل اللحوم. هلا هون حطيت على البهارات، حطيت كاري، وهلا عم حط بابريكا على البطاطا طبعا، بس أنا ملحتها للبطاطا من قبل ما أقليها. هيك البطاطا كمان بتكون كتير لذيذة. وهلا هي آخر شي الفاصولية. يا سلام والله الفاصولية طلعت غرام. بس تمنيت مالي حاطة دهنة، انه بس عملتها على طاق زيت الزيتون. بس هيك انا بحب هيك النغنغة، بحب الاكل ما يكون ناشف، بحب هيك يكون مدهن وبيطلع اطيب. وهي رشة بهار عليه لانه انا بالبداية لما بقلي اللحمة بحط البهار، بما انه ما لها لحمة حطيت بالاخير بهار، هيك رشة بهار. وهي اكلنا النباتي صار جاهز. آه كتير الأكل النباتي كتير طيب يا جماعة، وكتير يعني لازم واحد قدر الإمكان ياكل أكل نباتي. صبايا كان هذا آخر فيديو روتيني يوم الأحد يوم العطلة. إن شاء الله يكون عجبكم، وإن شاء الله يكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. بتمنى منكم تشتركوا بالقناة اللي مو مشترك، وتحطوا لي لايك فضلا وليس أمرا. وبشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. استنوني في فيديو جديد، وباي باي.